الخلاصه في ازمه لقاء القمه الاهلي والزمالك. اتحاد الكوره بيضرب في رابطه الانديه، ورابطه الانديه بتضرب في اتحاد الكوره. بيخلصوا حسابات بينهم بسبب الانتخابات اللي فاتت. بمعنى ان هنا ابو ريده كان عايز احمد مجاهد يجي رئيس رابطه الانديه، فاتصدم باحمد دياب، فاحمد دياب قال له انا هاجي، انا موافق بس هاجي نائب رئيس اتحاد الكوره. فهنا ابو ريده ما وافقش، هنا ابو ريده الزملكاوي ما وافقش، فالاثنين بيضربوا في بعض دلوقتي. ومين المتضرر في ده كله؟ الكره المصريه. الاهلي ملوش دعوه بالعلاقه دي كلها، الاهلي كان بيطالب بتحكيم اجنبي. انت رحت عملت لي جدول من اسبوع وقلت لي ذكاء اصطناعي وطلع موجه. يعني ايه الاهلي لاعب الزمالك وبعد كده لاعب بيراميدز عشان تحرم جمهور الاهلي من ماتش بيراميدز وانت عايز كده؟ وانت اصلا عايز كده الماتش ده اصلا، والقرعه اصلا والقرعه كانت موجهه. وطلع احمد عبد الباسط قال الكلام ده كله، قال لك القرعه موجهه مفيش ذكاء اصطناعي، وفي الاخر الاهلي بيطالب بتحكيم اجنبي. وبعدين احمد حسام ميدو كان عامل مؤتمر من اسبوع بيقول لك التحكيم المصري هو السبب اللي الزمالك فيه دلوقتي، لولا التحكيم المصري كان الزمالك دلوقتي بينافس على المركز الاول. طب انت ليه دلوقتي مش عايز تحكيم اجنبي ومتمسك بالتحكيم المصري؟ هي مسرحيه وشغاله، وخد منه على مسؤوليته الشخصيه. الزمالك هيلعب الماتش هيتعاد، والزمالك هيقول له تعالى العب الماتش، هيقول لك مش هاجي. الزمالك هيعتبر نفسه مسحوب، هيتخصم منه 3 بونت. وافتكر الكلمتين دول كويس.